ويا مقادير الدهينة اللي حكيتوا علي، ليش ما حكيتينا بالتفاصيل شلون سويتيها؟ تعالوا أقولكم شلون سويتها بالتفاصيل. طاسة خليت بيها 4 أكواب من الشكر وكوب من الحليب، ونخلطهن خلط يدويا أو كهربائيا حسب المتوفر عندك. عليها كوب من الزيت وشوية من الدبس، يعني خاشوقة كبيرة تقريبا. بهالأثناء كلكم صلوا على محمد وآل محمد حبيباتي انتو، وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. خليت 3 أكواب من الطحين تدريجيا، وخلط خلط حبيباتي. شوفوا هذا الكوب الأخير الثالث. ليش تدريجيا؟ حتى لا يتضفر لا أكثر ولا أقل. تمام يا روحي؟ بهالأثناء حبيباتي استغفروا رب العالمين وتوبوا إليه، وحمدوه وشكروه على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. خلصنا من الخليط، نجيب قالب، ويا سلام لو بايركس هيجي ثخين أفضل. ندهنه من الدهن أو الزبدة أو الزيت عادي. تمام. ونحتاج تقريبا كوب من جوز الهند، جوز المبروش. تمام. نوزعه بالزيت راح ينكمش أو بالدهن، وبعدها نخلي الخليط فوقاهن، ونخليها مدة 2 ساعة بالفرن. النار تجوه فقط على أقل درجة حرارة بالفرن، يعني 190. شنو أقل درجة حرارة عندش بالفرن تنصيه كله، وتعلقين فقط النار تجول، وتقولين ما قلت ليش. وراح تحصلون على أجمل دهينة بالعالم.